الشاي المغربي رحلة عبر الزمن، مشروب تجاوز كونه شرابا يروي العطش، حكاية بدأت بين القصور والأسواق، حيث تجادل الفقهاء في حله واحتكره السلاطين والأثرياء. كل كأس تروي حكاية، وكل رشفة تحمل نكهة الماضي العريق. بسم الله. مسعود يا قا 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 قا. ترجح أغلب الروايات أن أول دخول للشاي في بلاد المغرب يرجع إلى عهد المولى إسماعيل أواخر القرن السابع عشر، ومن أشهرها أن أول من شرب الشاي في المغرب هو المولى زيدان بن المولى إسماعيل. فبعد إسرافه في الخمر ألم به مرض شديد عجز الأطباء عن معالجته، فجيء حينها بحكيم نصراني وأشار بالتخلي عن الشرب، فلم يجد الأمير مخرجا إلا بشرب الشاي، حيث استمر الحكيم في تقديمه له حتى استغنى عن الخمر وعوفي. ويعتبر الإنجليز أول من أدخلوا الشاي إلى المغرب على شكل هدايا للسلاطين وكبار رجال الدولة في مطلع القرن الثامن عشر. وهناك من ينسب أن كلمة آتاي جاءت من كلمة تي بالإنجليزية، وكانوا هم من يسيطرون حينها على تجارته في المغرب، بينما سيطرت فرنسا على تجارة السكر. ولم يستطع المغاربة كلهم تذوق الشاي، حيث إنه كان حبيس القصور وجلسات السلاطين، وقد شكلت هيئة خاصة داخل القصور تشرف على إعداده وتقديمه، يرأسها رجل يلقب بمولتاي. كما أبدع الصناع المغاربة في صنع أوانيه كالبراد والكؤوس الخاصة به. وفي القرن التاسع عشر استعمل الشاي كسلاح لإخضاع القبائل والزوايا المعارضة للنظام. من محطات القصور الملكية إلى دروب الأسواق الشعبية، تحول الشاي من رمز للترف إلى رمز للكرم والضيافة. رحلته عبر القرون تعكس تاريخ المغرب المعقد، حيث تشابكت فيه التأثيرات الاستعمارية مع الهوية المحلية، ليصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المغربية.